ازاي ممكن حياة شخص ناجح تتحول من قمة الشهرة لحكاية صدمة الكل بيتكلم عنها؟ أحمد أبو زيد صاحب قناة دروس أونلاين، واحد من أبرز اليوتيوبر وصناع المحتوى في الوطن العربي، ومعروف بمحتواه التعليمي اللي مفيد للملايين. لكن فجأة الدنيا اتقلبت عليه، ملايين ضاعت منه وقصة حبس وحكايات كتير بيتم تداولها على السوشيال ميديا. فإيه اللي حصل؟ تم حبس أحمد أبو زيد على ذمة التحقيق. هل فعلا ممكن الشهرة تتحول لنقمة؟ تعالوا نكشف التفاصيل المظلمة اللي محدش يتكلم عنها. تعال احكي لك. أحمد أبو زيد كان واحد من أنجح صناع المحتوى في العالم العربي. بدأ من الصفر وقرر يقدم محتوى تعليمي هادف عن القراءة والإنتاجية وتطوير الذات في وقت قصير وحاجات تانية كتير. وصل صوته لملايين من الشباب في الوطن العربي وحقق شعبية كبيرة، لكن النجاح دايما بيجي معاه مسؤوليات وضغوط، وده يمكن كان بداية الأزمة بدأت لما ظهر تقرير حبس عن أحمد بسبب قضايا مالية مرتبطة بأرباحه من اليوتيوب. أيوة يا غالي، زي ما سمعت، بسبب أرباح من اليوتيوب، لأن المبلغ اللي كسبه من المحتوى التعليمي كان كبير. وللأسف المبلغ ده بدل ما يكون مصدر سعادة اتحول لمشاكل. القانون دايما فيه نصوص واضحة، لكن هل أحمد كان ملم بكل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالضرائب أو الإجراءات المالية بشكل عام، ولا كان في سوء فهم وإدارة غير صحيحة من الطرفين؟ في حكاية أحمد أبو زيد في ناس اتقسمت لمؤيدين ومعارضة، ناس شايفة إنه مظلوم ولازم يخرج من السجن، وناس تانية بتقول إنه لازم يبقى مسؤول عن أي أخطاء. حقيقة الموقف صعب. تخيلوا إن الشهرة اللي أغلبنا بيحلم بيها تكون سلاح ذو حدين. أحمد قدر يحقق شهرة كبيرة في العالم العربي، لكن مع الشهرة دي كان في ضريبة تانية، وهي الضغوط والمشاكل اللي محدش يتوقعها. قصة أحمد تخلينا نفكر ألف مرة، هل الشهرة دايما بيجي معاها سعادة، ولا ممكن في أي وقت تدفع ثمن أكبر مقابل الشهرة؟ القصة دي بالنسبة لي مش مجرد حكاية عن أحمد أبو زيد هلخصها في فيديو، لكنها إنذار ليا ولأي حد يفكر يدخل عالم صناعة المحتوى. التخطيط المالي والإلمام بالقوانين الضريبية أصبح مهم جدا في وقتنا الحالي. لازم كل صانع محتوى يبقى عارف واجباته القانونية عشان ما يوقعش في نفس الخطأ. وإن شاء الله أحمد أبو زيد يخرج من الموقف ده على خير. وفي النهاية، إيه رأيكم في الحكاية دي؟ هل أحمد كان ضحية، ولا كان ممكن يتجنب كل اللي حصل ده لو خطط أحسن؟ شاركوني رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد.